عاملين ايه؟ طبعا انا عارف ان انتوا زعلانين مني جدا بسبب ان انا ما بنزلش فيديوهات كتير على لايت روم. حقكم. هنطلع نتكلم من غير رغي كتير ومقدمات عشان انا اصلا ما بحبش اتفرج على الفيديوهات اللي فيها مقدمات كتير. عايزين نعرف ايه اللي موجود في برنامج اللايت روم 2025. برنامج بصراحه بقى جامد جدا وبقى خطير وبقى بيسهل علينا حاجات كتير قوي في الشغل. يعني نحسم الجدل اللي داير اليومين دول، يقول لك البرامج بعد الابديت وبعد الاي اي بقت سهله واي حد يعمل اديت. مفيش الكلام ده. هديكم مثال بسيط قوي حي معانا في معظم البيوت. المطبخ المصري اتطور قد ايه في التولز اللي بنعمل بيها الاكل، بس الشيف شيف سر الخلطه زي ما هو. يعني مثلا زمان كنا بنقطع البطاطس بالسكينه كده ترانشات مش عارف ايه، لا اخترعوا مبشره، بقينا بنبشر البصل بطريقه معينه، بقى في مكن بيقطع البصل، بقى في مش عارف ايه، بقى في اير فراير بيسخن مش عارف ايه. كل دي تولز بتساعد الشيف الماهر ان هو يعمل الاكله بتاعته هو، سره هو، لكن برضه هيفضل سر الاكله معاه. فاحنا كاديتورز او كجرافيك ديزاين برضه سر التلوين وسر الايديت وسر الشغل كله جوه دماغنا. كل اللي حصل ان الاي اي ادانا تولز، ادانا حاجات بتسهل علينا الورك فلو بتاعتنا. فبدل ما كنا بنقعد نعمل الحاجه في ساعه ساعتين، لا بقينا بنعملها في نص ساعه، بس لسه الدماغ هي اللي سايقه برضه. فبس دي كانت المقدمه المهمه يعني. تعالوا بقى واحده واحده كده اعرفكم على المميزات اللي موجوده في البرنامج. والبرنامج بقى ايه التولز اللي موجوده فيه اللي ضافوها شركه ادوبي وبقت بتسهل علينا الشغل. اول حاجه عندنا وبجد الفيتشرز دي بالنسبه لي حلوه قوي قوي، الهيلينج الاي اي اللي بقى موجود في اللايت روم. الاول كانوا حاطينه في الفوتوشوب بس، دلوقتي لا بقى موجود في اللايت روم خصوصا للناس اللي هي اصلا بتستخدم اللايت روم بس. فتعالوا كده نبص على الصوره دي. دي صوره وايد اهي. هتلاقوا في شخص ماسك الاوكتا من الجنب. طبعا صوره زي دي انا عشان كنت اشيلها كنت معاها هندخل الصوره دي على الفوتوشوب قبل. طبعا احنا هنتكلم بقى من قبل ما ندخل يعني يدخل الاي اي سواء في الفوتوشوب او اللايت روم. انا كنت هقعد هيطلع عيني بقى استمبات وهيلينج. الناس اللي هي شغاله على البرامج من قبل الاي اي عارفه المعاناه دي. هنروح على القائمه اللي على اليمين دي وهنختار الاستيكه دي، او بالاسكندراني اسمها جوما عشان لو حد اسكندراني بيتفرج عليا. وهنعلم على المربع اللي هو يوز جنريتيف اي اي، وهنعلم على الشخص بالشكل ده كده، وهندوس على كلمه ريموف. تكه واحده الشخص ده اتشال. والاحلى كمان ان هو بيديني 3 اوبشن اللي هو عايزني يا باشا ابدل لك الباك جراوند والجزء ده بايه. فجامد الصراحه. طبعا هو بيلود هنا التحميل، وهنا السهم ده انت بتختار انت عايز انهي شكل او انهي حاجه هو يعني يبدلها بالباك جراوند. فانا هبدل كده. انا اي ثينك يعني ان ممكن اختار تالت واحده. انا شايف تالت واحده شكلها احلى وباينه واقعيه قوي. بس ممكن كمان نشيل الاوكتا اللي هي، بصوا هتلاقوا الحاجه حلوه قوي يعني مفيش اي حاجه فيها باينه اصلا. ممكن كمان نشيل الاوكتا اللي معموله ريفليكشن في الازاز اللي فوق دي برضو بنفس التول. نخش على الاستيكه ونجيب الاداه دي ونعلم على المربع بتاع يوز جنريتيف اي اي. طبعا طالما علمت عليه اول مره بيبقى موجود بعد كده متعلم على طول. برضو هنعلم عليها ونعمل ريموف. شايفين يا جماعه السهوله؟ الموضوع بقى سهل قوي، الموضوع بقى جميل جدا. يعني انت الناس اللي بتستخدم اللايت روم بس انت قادر بعد كده. معظم الفوتوغرافر بيعانوا من الفيديو لما يكون مثلا نازل معاه اوردر فيديوجرافر بيمشي من قدام منه، فا ايه ده الصوره دي حلوه قوي بس حد معدي في شخص تاني بيصور بالتليفون. لا انت بتك الزرار هتعرف تشيله وبيديك اللوكيشن حلو قوي. طبعا انا عارف انك بتسالني تقول لي طب دي صوره بعيده والشخص كان بعيد، هل فعلا لو حد قدام الكاميرا واخد حيز كبير من الصوره الاي هيقدر يشيله؟ جايب لك صوره كمان الشخص باين قوي في الكادر ومحتاجين نشيله، وشوف الاي اي هيعمل ايه. برضو صوره اهي، برضو هناخد نفس الخطوات. هنروح على الاستيكه ونعلم على الجنريتيف اي اي ونمشي كده عليه، نعلم على الشخص كده وكلمه ريموف هيشيله ويبدله في ثانيه الا ثانيه بتك الزرار. بصراحه الموضوع حلو جدا. وكده يبقى خلصنا اول ميزه في اللايت روم، واهم ميزه بالنسبه لي هي ميزه الاي اي هيلينج. اللي انا هشرحه اللي جاي ده للناس اللي هي اصلا مش عارفه الماسكات دي. يعني في اللايت روم يا جماعه في الفيتشرز بتاعه الماسكات دي حلوه قوي قوي، بتفرق معانا جدا في ان احنا بنغير شكل الصوره وبنغير اضاءه الصوره، وبنساعد المصور اللي بيصور بلايت في ان احنا بنديله زقه جامده جدا في تجسيمه الصوره. وكمان بنقدر ان احنا بالماسكات دي ان احنا نعمل كلر جريدنج من واحنا على اللايت روم. الاول احنا قبل الماسكات دي كنا بنعمل كلر جريدنج على الفوتوشوب،
ايه الفكره في ان انا في الفوتوشوب الاول كنت بماسك على كل حاجه عشان اقدر اوزع، احط لون هنا واحط لون هنا. طبعا بعد الماسكات في اللايت روم فانا بقى بيتيح ليا ان انا اقدر اعمل الكالر جريدنج واغير في الوان الصوره وانا على الرو فايل. تعالى بقى اقول لك بنعمل ده ازاي. هنا انا عندي طبعا انا سريعا كده هشرح لك الموضوع عشان ده بياخد وقت طويل قوي لو عايزين نشرحه لوحده. هنا انا عندي، انا طبعا في العادي بحلل الوان الصوره، فانا شايف ان عندي سكين تون اورنج، عندي بيسيل لونه ازرق، وعندي الريم لايت او الليد اللايت اللي مرمي اللون الجولد ده. فدي الاجزاء اللي انا المفروض ان انا هبدا احط فيها الوان عشان اخلق كلر جريدنج وعشان ابدا العب بالماسكات واجسم الصوره بتاعتي. فلو فاكرين المصور الاول كان عامل زي اوكتا كده راميها على الكلاينت، هو الهدف من ده ايه؟ ان هو عايز يعمل سبوت ونور على السبجكت وبقيه الباك جراوند تبقى الاضاءه بتاعتها هاديه عشان الفوكس كله يقع هنا. فانا هخدم له ده بالماسكات. فهعمل ايه؟ راح جاي رايح على الماسكات اللي عليها الدايره دي، وهجيب حاجه دايره اسمها راديال جرادنت، هكليك عليها كده وهعمل سبوت ونور على الكلاينت بالشكل ده. بعد كده راح جاي رايح عامل انفيرت، بقول له بقى اعكس لي الباك جراوند، اعكس لي اللي انا هعمله ده على الباك جراوند، وهغمق كده وادي كونتراست. فانا حرفيا اكني عملت سنوت عليه، خدمت فعلا الاضاءه اللي المصور كان عايز يعملها. ده قبل وده بعد. الخطوه الثانيه بقى دي الخطوه اللي انا ببدا ان انا ايه، انا عايز اعمل كلر جريدنج، عايز ابدا احط الوان في الصوره واخدم اللوكيشن بتاعي. طيب القاعده اللي انا همشي بيها اللي انا كنت فاتحها في الصوره اسمها سبليت كومبلمنتري. دي بتعتمد ان بيكون في 3 الوان اللي هم اللون الاورنج ده واللون السيان ده واللون الازرق. فده اللي انا هبدا احطه في الصوره وهشتغل عليه في الصوره. اشمعنى القاعده دي؟ عشان دي اقرب قاعده هتتماشى مع الصوره بتاعتي. فنيجي هنا للصوره، لو بصيت كده على الصوره اللون السيان ده هيبقى هو لون البسين، واللون الازرق ده اللي انا هبدا اخلقه او هبدا اضيفه في المكان بتاع الليد الازرق اللي هو اللي على اليمين الكلاينت ده. فانا هنا هبدا اروح على الماسكات، هعمل كرييت نيو ماسك واختار البرش وهمشي على البسين بالشكل ده كده. هزود الفلو عشان الفلو كان قليل، همشي كده بالشكل ده. بعد كده اروح جاي رايح مدي للبسين ده كونتراست عشان ابدا ابرز البسين وابرز اضاءته، وانزل تحت على الكاليريتي وهرفع الكاليريتي كده فيبدا ان هو يبرز لي البسين بشكل قوي جدا. واغير الهيو بتاع البسين عشان اجيب نفس درجه السيان اللي موجوده في عجله الالوان اللي انا اخترتها. وكده يبقى حققنا اول لون موجود معانا في الكلر جريدنج. تاني لون بقى موجود معانا هو اللون الازرق اللي انا هحطه في الليد اللي هو موجود على اليمين ده. فهروح جاي رايح برضو ذا سيم نفس الحركه، هروح جاي رايح عامل كرييت نيو ماسك وجايب البرش وهمشي على الجزء ده كله كده بالشكل ده. بعد كده هغير الهيو بتاعه لحد ما اجيب الدرجه الزرقاء دي. سنة صياعه بقى عشان دي حته توزيع نور. طالما انا رميت ازرق بالشكل ده كده في الليد، فهفرش قدامي الاجزاء اللي قدامي دي كلها ازرق خفيف، مش هينفع يبقى الجولد اللي كان موجود في الاول. فبنفس اللايرز بتاع الماسك هقلل بقى الفلو واكبر الفرشه وامشي كده بصنعه لطافه كده، سنس خفيف كده في الارضيه دي بالشكل ده كده. لو جينا بصينا على عجله الالوان، فانا كده حققت فعلا كلر جريدنج في الصوره، ان انا عملت اورنج في السكين تون او في الجزء الجولد ده، وحطيت لون سيان في البسين، والازرق اللي حطيناه في الليد ده. فكده هتبقى الصوره معايا كلر جريدنج. يبقى ظبطنا الاضاءه بتاعه المصور وفي نفس الوقت عملنا كلر جريدنج كله بالماسك وانت على فايل الرو على اللايت روم. انا سامعك. ايوه هنعرف ناخد كوبي بيست عادي على بقيه الاوردر. ودي كده كانت تاني ميزه معانا، ان احنا قدرنا باللايت روم ان احنا نساعد المصور ونجسم له الاضاءه عن طريق الماسكات، وكمان نعمل كلر جريدنج في الصوره بتاعتنا وانا على فايل الرو، لان انا بقدر اماسك كل حاجه. هفتح لك بقى صوره ثالثه الماسك ادفانسد اكتر، بقدر ان انا افوكس حتى على التفاصيل الصغيره. ومش بس كده، ده انا كمان الميزه اللي لسه نازله جديده لانج في لايت روم 2025، ان انا بقدر اعمل سموث سكين حلو قوي على البشره. الناس اللي ما بتحبش الريتاتش الكتير، الناس بتحب اللي هي تعمل تنعيم خفيف زي فلتر البورتريه كده على الوش، فاللايت روم ضاف الميزه دي، والميزه دي حلوه جدا. فتعالوا نشوف بقى صوره زي دي كده كان ايه عيوبها. اللايت روم ساعدنا ازاي في ان احنا نحسن العيوب دي ونطلع الصوره بشكل احسن. الصوره دي بقى قبل التحديث اللايت روم انا فعلا بجد كنت هطلع الصوره دي بالشكل ده كده، ان الباك جراوند تفضل لاسعه
وكنت هفضل والسكين تون اللي ما فيهاش لون دي طبعا كنا بندخل الصوره على الفوتوشوب ونقعد نسلكت على الوش لوحده والايد لوحده والباك جراوند برده. احنا اوريدي لما طلعنا الصوره دي من وهي رو كده اكسبورت على الفوتوشوب، البيكسلز اللاسعه دي خلاص انا اصلا ما فيش حل فيها، يعني انا مش هعرف حتى ان انا اعالجها. فالميزه بقى ان انا لا، انا هنا هعمل ماسك على الباك جراوند وانا على فايل الرو، مجرد ما اغمق الباك جراوند تفاصيل السماء والبحر هيبدا يبانوا واديهم لون. فالموضوع جامد يعني. هو فكره في الماسكات والتحديثات الجديده ان هي بقت بتخليني اطلع جوده احسن من الصوره بتاعتي من وانا على فايل الرو. فالموضوع لا الموضوع حلو جدا. فتعالوا نشوف بقى هنعمل ده ازاي. هنروح على قائمه الماسكات، القائمه اللي عليها الدايره دي، وهنعمل سيلكت باك جراوند. هنغمق الاكسبوجر وندي البحر والسما لون ازرق واخضر كده. بصوا يا جماعه، الاول والله ما كنت هعرف اطلع الشكل ده، كنت انا مطلع الصوره دي قبل الاي اي، مطلع السما زي ما هي لاسعه كده، ما كانش في حل. بصوا بقى التكه دي، لو اما انا عملت سيلكت للباك جراوند، ستروك بتاع الطرحه كله باطراف الشعر ما جاش معايا. نعمل ايه؟ بنروح على علامه البلاس دي ونقول له اد، ونجيب برش ونبدا نمشي على الحاجات اللي هو ما خدهاش معانا دي واحده واحده عشان تفهم. انا عملت سيلكت باك جراوند، ففي حاجات بعد ما لما جه الاي اي عمل سيلكت باك جراوند ما خدهاش معايا، فانا بعلم على علامه البلاس دي واقول له بعد اذنك انا في حاجات انا عايز اضيفها انت ما خدتهاش، فبعلم على علامه الزائد بالبرش وبمشي اكمل الاجزاء اللي هو ما خدهاش. كذلك العكس، لو اخد حاجات انا مش عايز اخدها بعلم على علامه الماينس الناقص وببدا ان انا ايه اشيل. تعالوا نكمل. هنا انا ظبطت الباك جراوند. هنا بقى السلكت الجامد بقى ايه؟ في حاجه اسمها عندي سلكت بيبول. سلكت بيبول ده بقى رايح عامل بلس كرييت نيو ماسك سلكت بيبول. هنا بقى السلكت ده ادفانسد قوي. ده بيقول لك ده الشخص اهو، عايز وشه بس ولا عايز جلده ولا عايز الرموش ولا عايز العين ولا عايز الشفايف ولا عايز الهدوم ولا عايز الشعر. بيفصصوا لك حته حته، وتقدر ان انت بعد كده تمسك كل جزء تشتغل عليه اضاءه ولون. الموضوع ده جامد يا جماعه. الناس اللي كانت حاضره معايا الايديت من 4-5 سنين، الحاجات دي كلها كانت بتاخد معانا وقت طويل جدا، ان احنا كنا بنسلكت كل حاجه بالبين تول ونشتغل عليها وليارات وبعد كده عشان بقى تكمل بقيه الاوردر انت كنت بتسلكت كل حاجه تاني. انما انا هنا لا، انا حرفيا بعد ما اخلص الماسك بتاعي واظبط كوبي بيست على بقيه الاوردر وبيجيبوا فعلا 100%. موضوع جامد، موضوع جامد. تعالوا بقى نشوف انا هعمل ده ازاي. سيلكت بيبول، فهو هنا بيحمل بيقول لي عايز الشخصين ولا عايز كل واحد لوحده. فانا هنا بقول له لا، انا هات لي الاثنين مع بعض. فانا بعلم له على الفيشال سكين وبعلم له على البادي سكين، بقول له انا عايز الوش وعايز الجلد. بعد بعلم عليهم بعمل كرييت ماسك، بيطلعهم لي في لير لوحدهم في الماسكات. فبقى جاي رايح واقف على اللير بتاع الوش وابدا ان انا اديله لون، ان انا هديله اصفر مثلا وازود الساتوريشن بتاعه واديله كونتراست بحيث ان انا اطلع روح في السكين تون بتاعتي وابدا اديها لون. بعد كده هقف على اللير بتاع ماسك الجلد وابدا اديله نفس الكلام برده جلد ولون. انا هشرح لكم تريكات ادفانسد كده، يعني دي من على ايه مني ليكم كده. الميزه قوي يعني الميزه الجامده ان هو بيقسم الوش لوحده وبقيه الجسم لوحده. طب ليه كان هيزعلني قوي او كان هتبقى حاجه وحشه قوي ان هو كان يعمل لي لير واحد في كله؟ ليه بقى في كله؟ احنا عندنا حاجه اسمها الشيد وتون وتنت، دي الاضاءه بتاعت اللون نفسها. يعني ما ينفعش مثلا دلوقتي يبقى اضاءه الوش اللي ضارب فيه الشمس او ان انا عايز العين تقع عليه يبقى هو نفسه ايد اللي في الحته دي. لا، دي اضاءه ولون، والايد اللي تحت اضاءه ولون، وكل ما انزل في حتت فيها شيد وضلمه تبقى اضاءه ولون. فما ينفعش ان انا اوازن وشها وايديها بنفس ايده اللي تحت او بنفس ايديها اللي في ظهرها. لا، كل حاجه هتاخد اضاءه ولون بدرجات معينه عشان يحصل توزيع صح للصوره في الاضاءه واللون بشكل مناسب، وتبقى كثافه اللون والاضاءه تبقى بيرفكت وصح. فعشان كده هو بيديك كل لير ماسك لوحده عشان تشتغل على ده لوحده وتشتغل على ده لوحده. فالصراحه كانت حاجه حلوه قوي منهم، يعني كان هيبقى معاناه بالنسبه لنا كحد فاهم ان هو يبقى كله في لير واحد. فانا هنا عملت اهو كده ماسك للوش وماسك للجلد، هبدا اشتغل عليهم كل حاجه لوحدها واديها الاضاءه واللون بتاعتها. هنا مثلا هرجع اعمل تاني كرييت نيو ماسك سيلكت بيبول، واقول له مثلا انا عايز العروسه، عايز ابدا اشتغل على الدريس بتاعها بس، فهختارها هي الاول سيلكت بيبول واختار العروسه، بعد كده انزل
على الايقونه اللي تحت دي واقول له انا عايز الكلوزس اللي هي الهدوم واعمل كرييت ماسك. فالدريس ده هديله كونتراست مثلا واديله شارب وازود التكستشر بتاعته عشان يبين لي الستارز بتاعت الفستان. يبقى انا بالماسكات عملت ايه يا جماعه؟ ظبطت الباك جراوند اللاسعه وعملت سكين تون وكمان شربنت الفستان بتاعي. فده يعني 3 حاجات عملوا فرق 180 درجه في الصوره، كنت استحاله اعرف اعملهم قبل الاي اي وقبل الماسكات دي كلها. كنت اطلع الصوره وابدا ان انا اشتغل على الصوره بشكل اكبر بكتير وقت اكتر بكتير. الميزه بقى الاخيره وكل الناس منتظراها ودي كانت اخر حاجه نازله في لايت روم 2025 وهو التنعيم. التنعيم عن طريق اللايت روم. احنا كان عندنا حاجه اسمها انهانس بورتريه. انهانس بورتريه دي كانت موجوده في 2024 بس الماسك بتاع ان انت تاخد كوبي بيست وان هو ماسك السنان كان فيه مشكله شويه، ممكن يجيب الصف الفوقاني بتاع السنان ما يجيبش الصف التحتاني، كان فيه شويه مشاكل. فابديت 2025 لا بقى بيجيب الماسك مظبوط جدا، وفي الكوبي بيست فين الاوردرات لا بيطلع السنان مظبوطه، بيطلع كل حاجه مظبوطه. فانت لما بتدوس على انهانس بورتريه دي بالمناسبه البريسيتس دي ديفولت في اللايت روم، يعني دي مش حاجه انا هديها لك، انت لو فتحت اللايت روم هتلاقيها موجوده تحت في اخر البريسيتات من تحت. فانت هتعلم على كلمه انهانس بورتريه دي يبدا ان هو يدي سوفت للبشره ويعمل السنان بيضه. ولو العين ولو الصوره الشخص العين باصص للكاميرا هيطلع لك ان العين ابيض. الخانه بقى الجديده لسه نازله حالا او لسه نازله لانج، يعني مش هقول حالا، اسمها سموز فيشال سكين. دي بتدي زي البورتريه في الوش وجامده جدا. يعني انت لو من الناس اللي ما بتحبش تعمل ريتاتش كتير قوي للبشره فالايقونه او الفيتشرز الجديده دي حلوه قوي. وتقدر تاخد كوبي بيست للاوردر كله، هينزل بقى ماسك باك جراوند وماسك للسكين تون وماسك للسنان وماسك للتنعيم، كل ده هينزل على بقيه الاوردر كوبي بيست شارب جامد جدا. وانا بقول لك على حاجه فعلا انا فعلا مجربها. هنا دي خانه الاماونت. خانه الاماونت دي لو انت مثلا نزلت اي ماسك وعايز ان انت تقلل الاوبستي بتاعه، حاسس ان هو قوي قوي على البشره مثلا ناعم بزياده، فتقدر ان انت تقلل الباور بتاعه. بس كده دي كده كل المميزات، او مش هقول كل المميزات، دي اقوى المميزات وبعض المميزات اللي موجوده في اللايت روم. تعالى كده نعمل زي مراجعه سريعه. احنا قلنا اول ميزه ان احنا عملنا هيلينج بالاي اي. تاني ميزه انا شرحتها لك ان احنا ازاي استخدمنا الماسك في ان احنا عملنا كولر جريدنج وساعدنا في توزيع الاضاءه في الصوره. تالت ميزه ان سيلكت بيبل ازاي ان هو بيفصص كل حاجه في الشخص وان هو قادر ان هو يedit كولر واضاءه على كل حاجه على كل جزء صغير في الصوره في السبجكت اللي هو البني ادم. رابع حاجه واخر حاجه اللي هي الفيشال سكين سموث فيشال سكين، اللي هو بيقدر ان هو يعمل تنعيم للبشره ويعمل السنان ويظبط البشره بشكل سموزي كده خفيف للناس اللي ما بتحبش تعمل ريتاتش كتير للبشره. دي كده مميزات اللايت روم 2025. وانت بقى من محبي برنامج اللايت روم ونفسك تتعلمه بشكل بروفيشنال وتعلم سر الطبخه فعلا وتبقى ماهر ومحترف، فانا برشح لك كورس اللايت روم بتاعي لسه نازل ما بقالوش اسبوع. الكورس ده هيأهلك ان انت تبقى محترف من اللايت روم، ياخدك من الصفر للاحتراف، هيعلمك كل حاجه في التلوين وفي الاضاءه وكل قائمه بتعمل ايه في اللايت روم. كورس لا غنى عنه لو انت فعلا بتحب المجال ونفسك تدخل وتتعلم اسراره، ما تبقاش بتقلد بريستات، ما تبقاش بتعمل حاجه انت مش فاهمها. انا بشرح لك كل قائمه بنعملها ليه واشمعنى. ومش بس كده، الكورس مش مسجل وبديك الكورس وبسيبك، لا، في ميزه قويه جدا انا منفرد بيها اول مره تتعمل في اي ويب سايت عربي، ان انا ليك متابعه شهريا على زوم ميتنج على الويب سايت عندي، بتكلمني انا خلصت الكورس، في معلومه مش فاهمها، في حاجه عايز اخد رايك فيها، بنتكلم انا وانت زي ما بتكلم معاك كده، باخد رايك، فانا بتابعك بعد الكورس، مش بديك كورس مسجل وبسيبك. فهسيب لك لينك الويب سايت وكمان الكود الخصم. كود الخصم ده لفتره محدوده جدا هيخلي لك الكورس بدل 4000 ل 2500 جنيه. اوعى تفوت الفرصه لو انت نفسك تتعلم اللايت روم باحترافيه. لو في عندك اي سؤال سيبولي في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي.